الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، البحث في السيرة النبوية العطرة وتقليب صفحات هذه السيرة يعود على المسلم بفوائد عظيمة. يرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على أمر الله، كيف كان مع أصحابه، كيف كان مع أزواجه، كيف كان مع أعدائه، ليتأسى المسلم بهذا النبي في سيره إلى الله وليمتثل توجيه رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن صفحات هذه السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وهو في مكة قبل الهجرة يأتيه أحد أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توسد بردة له عند الكعبة. يأتيه صاحبه خباب بن الأرت رضي الله عنه، يأتيه يشكو ما يجد من عذاب المشركين. كان خباب هذا تحت امرأة من المشركين، وكانت مهنته حدادا يصنع السيوف. فكانت هذه المرأة المشركة واستجابة للأمر العام من قريش أن يقبلوا على أتباع محمد بالتعذيب والتنكيل، جاء أمر عام وتوجيه صارم أن ينال أتباع محمد كل أنواع العذاب والتنكيل. جاء هذا من ساسة قريش وزعامتها، وقام كل إنسان من المشركين يعذب من تحته من المسلمين. خباب هذا عذبته المرأة بالنار التي كان يصنع عليها السلاح. وأنت تعرف أن الحديد إذا أراد إنسان أن يعالجه وأن يشكله يحتاج إلى نار حارة مستعرة. كانت المرأة تلقي به على النار، تأكل الثياب وتحرق الظهر، ويظل فيها إلى أن تنطلق
تطفئ النار بدمائه النازلة من ظهره. آثار هذا الحريق يريه خباب رسول الله مع جمل عجيبات فيها إن تذوقتها توصيف للأزمة وتعبير عن المعاناة. يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ هذه الجمل عجيبات عجيبات أودعها خباب كل معاناة وجدها، وعبر عن نفسه وإخوانه: ألا ترى ما نحن فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مستضعفا في قلة من أصحابه، وهو على هذه الحال قد اتكى على توسد هذه البردة ولم يعتدل حتى في هيئته. ثبات الأنبياء وصبر المرسلين. قال: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يفرق إلى فرقتين، يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشر إلى فرقتين، ما يصده ذلك عن دينه شيئا، ويمشط ما بين عظمه ولحمه بأمشاط الحديد، ما يصده ذلك عن دينه شيئا. خبر عن الماضين، عن قوافل المهتدين، عن قوافل السائرين إلى الله في الأزمان الغابرة. ثم قال نبي الله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إتحاف الأحباب ببعض فوائد حديث خباب. الفائدة الأولى: طريق الإسلام وطريق الإيمان طريق ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء وزلزلوا، هذه الثلاث ابتلوا في أبدانهم وابتلوا في أموالهم وابتلوا في قلوبهم. البأساء والضراء الفقر والمرض وزلزال القلوب المخاوف. ابتلوا في أبدانهم وابتلوا في أموالهم وابتلوا في قلوبهم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي حديث الراهب والغلام لما ظهر
فضل الغلام، واستجاب الله دعاءه. قال له الراهب: إنك اليوم خير مني. استجاب الله دعوتك، إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى فلا تدلن علي، وإنك ستبتلى. وورقة بن نوفل لما جاء النبي أول ما رأى الوحي قال له ورقة في جملة عجيبة غريبة، قال له: يا ليتني فيها جذعا شابا قويا إذ يخرجك قومك. هذا في أول أمره الصادق الأمين يخرجه قومه. تعجب نبي الله وتساءل رسول الله: أو مخرجيهم؟ عجبا، سؤال استغراب واستعجاب: أو مخرجيهم؟ فأخبره ورقة بالسنة الماضية: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه وآذوه. يخرجونك، وإخراجه جاء في الكتب السابقة. فإن صاحب عمورية من الرهبان قال لسلمان الفارسي في وصف رسول الله: ومهاجره، سيهاجر، ومهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين. وصف المدينة في الكتب القديمة. هذا طريق الله، نقول هذا للمؤمنين حتى لا يستغربوا من النوازل، وحتى لا يضطربوا عند الزعازع، ونقوله للغافلين الكافرين: هذا طريق الله، مكركم الكبار وكيدكم العظيم أمارة على أن المسلمين على الطريق، أمارة على أنهم على طريق الله. نعم، هذه سنة ماضية. قال الله سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثانيا، الفائدة الثانية: ظهور التوحيد ومعرفة الله جل وعلا. ظهور التوحيد ومعرفة الله جل وعلا في نفوس الصحابة. لم يستنصر برسول الله ولم يستغث بنبي الله أبدا، بل قال للنبي: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لو كان في أدبياتهم، لو كان في معلوماتهم: إذا حل خطم في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل لاستغاثوا برسول الله. لو علموا في النازلة أن يستغيثوا بالنبي لفعلوها، ولكن نبي الله وإخوانه من الأنبياء جاءوا بتوحيد واضح. الشدة ليس لها إلا الله، والمحنة ليس لها إلا الله. الفائدة الثالثة ولها صلة بالثانية: هذا هو التوسل، هذا هو التوسل برسول الله الذي كانوا يفعلونه، يتوسلون بدعاء رسول الله. يأتي الأعرابي عند الجب والقحط ويقول: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ هلك المال وجاع العيال فادعوا الله أن يغيثنا. ما كانوا يستغيثون بالنبي. ولذلك قلت لكم فيما مضى أن القوم من الكافرين وأمريكا وأوروبا تستحسن دينا يعكف فيه عند قبر ويسأل فيه الميت، لأن هذا خذلان، ولأن هذا بعد عن حقيقة التوحيد، معه الذل والهوان والصغار. أما العز كله ففي لا إله إلا الله، ففي توحيد الله والاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ومن فوائد هذا الحديث أيها الكرام ثبات النبي ورباطة جأش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغير هيئته ولم يتحرك من مجلسه أبدا، ثبات. وقد قال لنا أصحابه: كنا إذا اشتد البأس بنا واحمرت الحدق نتقي برسول الله، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. أشجعهم من كان حذية مع الرسول، من حاذاه هذا أشجع الصحابة. أما أن يفوت أن يكون أمام النبي فلا. ويوم حنين انكسر أصحابه في أول المعركة وكان يركب بغلة. قال ابن كثير: ما معناه والبغلة بطيئة، من أراد الهرب ركب الخيل الجياد يركب بغلة. وبعد انكسارهم جعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أعلم عن نفسه: أنا النبي لا كذب، مع انكسار أصحابه وهو على بغلة، والبغلة بطيئة، وفي هذا من أنواع الشجاعة ما فيه صلى الله عليه وسلم. هذا طريق الله، لا ينبغي أن يغفل الناس عن هذه الحقائق. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الناس أيام المحن وأهل الإيمان أيام النوازل والفتن يحتاجون إلى قصص الأولين والغابرين من أنبياء الله والمرسلين وخيار عباد الله الصالحين. وقد ذكر الله من فوائد القصة القرآنية: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وإن تعجب فتأمل معي أن النبي لم يعلق في الخبر الذي معنا على أي شيء يتعلق بهذه الجراحة. ما قال: أرني ظهرك، ما تأوه ولا أن، بل قال: كان في من كان قبلكم مباشرة. فالقصة فيها عظة وعبرة، قصص الأنبياء، قصص المرسلين، قصص المهتدين، قصص الصابرين، فيها عظة للناس ودروس غاليات. كذلك في الخبر أن الكفر ملة واحدة، منذ أن نشأ الكفر وبرز في قوم نوح وإلى آخر الزمان يتفننون في إلحاق الأذى بالمؤمنين. تأمل إلى هذين المثالين اللذين ذكرهما رسول الله: منشار وأمشاط حديد. منشار يحفر للمؤمن حفرة، ثم يؤتى بالمنشار يوضع في مفرق رأسه، يقال له: اترك دينك وإلا قتلناك نشرا، فيأبى، فينشر إلى فرقتين من رأسه إلى قدميه، يصير فرقتين. النوع الثاني أمشاط من حديد
تجعل بين العظم واللحم ألم. ويقال لكل من عذب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لمن ألحق بهم الإذاية وتفنن في أنواعها: أنت تبع لسلف هالكين. أسلافك أصحاب المناشير ذهبوا وماتوا، وأصحاب أمشاط الحديد بادوا وهلكوا، وأنت على الأثر، وأنت على الأثر. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف المرضى يا رب العالمين، اللهم اشف المرضى يا رب العالمين. حملنا لعدد من المرضى أن ندعو الله لهم، فنسأل الله لهم الشفاء جميعا، من كان في بلادنا ومن كان خارج بلادنا. نسأل الله رب العالمين أن يشفيهم جميعا، وأن يعافيهم جميعا، وأن يرفع عنا وعن المسلمين كل محنة وبلاء. اللهم خفف عنهم، اللهم خفف عنهم يا رب العالمين. وبعض شبابنا والده غدا تجرى له عملية عمن عوض الكريم من ود الفامي، أسأل الله رب العالمين أن ييسرها له. اللهم يسرها له يا رب العالمين، اللهم يسرها له يا رب العالمين، اللهم يسرها له يا رب العالمين، وانفعه بها واشفه وعافه، ومرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.